تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي شيدت من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي يبلغ عددها 28. تم بمنطقة واد مغرة بإقليم فران افتتاح مسجد جديد أمام ساكنة المنطقة، وهو ما خلف استبشارا كبيرا لدى سكان هذه الجماعة الخروية. لطيفة بن حليمة وأحمد الفاضلي. أخيرا أصبح لساكنة دوار أيت وعراب بمنطقة واد مغرة مسجد يتوجهون إليه للصلاة ولأداء الشعائر الدينية، بعد أن كانوا يفتقرون سابقا إلى مثل هذه المعالم الدينية. في الأول كنا كنصليو غير في الخيمة، وكانت المساجد بعيدة علينا، كنمشيو 7 الكيلومترات وكثر باش كنصليو. كنا كنصليو في البواد وفي ازرو وفي سيدي عدي كنقطعوا الجمعه، وشحال من خطره ما كنمشيوش نصليو على حساب هذا البواد. والحمد لله اليوم توفرت لنا هذه المعلمه هذه الحمد لله. كنشكر سيدنا على هذا الجام هذا اللي دار لنا، وكنشكر كاع المحسنين اللي ساهموا في هذا الشيء. ودابا الحمد لله تنصليو وكنلقاو بعد هذا الجام كنصليو فيه، ماشي بحال شحال هذه كنصليو غير في الديور. هذا المسجد يعتبر من ضمن بيوت الله التي أذن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن تفتح في وجه المصلين بعد أن شيدت من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأصبحت جاهزة قبل أو خلال شهر رمضان الأبرك. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا ببناء هذا المسجد الطيب المبارك، فلقد كان الناس قبل بنائه يصلون هنا كما ترون في مكان في خيمة لا تليق بشعائر الدين الإسلامية، ثم بعد ذلك بفضل الله من تعليمات أمير المؤمنين تم بناء هذا المسجد. هذه المعلمة الدينية التي تزامن افتتاحها والأيام الأولى لشهر الصيام بإمكانها استيعاب حوالي 500 مصل، وقد شيد هذا المسجد على مساحة إجمالية وصلت إلى 400 متر مربع.